اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بينا النهارده هنعمل اكله كده تستاهل بقكم، تدفينا في الشتاء اللي احنا فيه ده. هنعمل شويه كوسه كده انما عسل، وجنبها شويه رز بشعريه، ومعايا دبابيس. هعملها تتبيله زي تتبيله الشوي بالظبط، وهنحطها معانا في الفرن وتشوفوا. تعالوا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه يا حبايب قلبي، انا هنعمل التخديعه بتاعه الكوسه. تخديعه، لا، الصلصه بتاعه الكوسه زي ما بتسموها بقى انتوا. انا هنا فرمه معايا بصل في الكبه، بسم الله. جايبه طبعا انا معايا هنا الكوسه ومقشراها ومجهزاها معايا اهي، واحطها معايا هنا. وده كان كرفس، انا بصوا بجيبه كده يا حبايب قلبي وامسكه زي ما هو. حابه تقطفيه تقطفيه، حابه بتسيبيه بالعيدان بتاعته كده براحتك. انا بصراحه باخد نصه كده، يعني غسلاه وسايباه يتصفى كده. هاخد نصه كده وبقوم حطاه، يا تحطيه في كيس يا تحطيه في علبه في الفريزر. ده اللي بستخدم منه يا حبايب قلبي في الشوربه او في تتبيله فراخ او سمك، بيبقى جميل معانا حلو قوي. هنا حطينا الزيت بقى عشان ما نتوهش من بعض. هنحط هنا الايه، بسم الله. هنزل بالبصل اللي انا فرماه معايا في الكبه مع الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها النهارده للكوسه ان شاء الله، شويه كوسه يبقوا زي العسل كتغيير، يعني نوع من الخضار. بسم الله. دايما بنعملها محشي، فقلت لا بقى احنا نغير. عملنا بقى ايه، الطبيخ بقى اللي موجود لما بنزهق من انواع الطبيخ بقى بقوم جايه محوده على ايه، على حاجه تانية ايه مختلفه شويه. مع ان الكوسه الاولاد ما لهمش فيها كتير، بس هي بتبقى معسله وبتبقى زي الفل. بصوا في فص توم هنا ما اتفرمش كويس عشان انا حطيتهم في الفريزر، بس مش مشكله. هنسيب بقى معانا كده البصلايه تاخد معانا لون. بس هحط لها بس كده ايه، حاجه بسيطه خالص، رشه فلفل بسيطه كده في قلب البصلايه، وهسيبها تاخد لون معايا. وتعالوا هنا كده معايا، جايبه الحله بتاعتي هعمل فيها شويه رز بشعريه عشان برضو ننجز اكلنا كده مع بعضه. احط شويه من الزيت، واخر حته سمنه بنودعها اللي موجوده عندي، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نعمل شويه رز بشعريه جنب الكوسه كده، بتبقى ما شاء الله. بتحب الرز بالشعريه الكوسه بالذات، يا رز ابيض يا رز بالشعريه، بتبقى خطيره بصراحه. سيحها كده معانا في قلب الايه، بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب معايا نص كيلو من الشعريه، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل كده بيها في قلب الحله، بسم الله. واول ما بنزل معايا الشعريه كده يا حبايبي، اقوم جايبه معايا رشه من الملح كده وحطاها معايا، وادي التقليبه بتاعتنا ايه الحلوه في قلب الشعريه كده بالماده الدهنيه بتاعتها. وهنسيبها دي برضو ايه تاخد لون معانا حلو كده. يعني دي تقليبه البصلايه، ننجز نفسنا كده. انا لما احب انجز نفسي تلاقيني شغاله على كذا حاجه، مش حاجه واحده. عادي طالما انت واقفه، ايدك هتاخد هنا وايدك هتاخد هنا عادي. اول بقى ما ده ياخد البصله تاخد معانا لون ذهبي، هنستناها تاخد معانا لون ذهبي والشعريه تاخد لون ذهبي، ونشوف هنعمل ايه يا حبايبي. بصوا حبايب قلبي، بصوا معايا هنا البصلايه بالتومه لونها ذهبي اهي، والشعريه بصوا ايدي برده انا حاطه سباتوله لهنا ولهنا، بقلب هنا واقلب هنا عشان انجز نفسي كده. ما افضلش بقى طول النهار واقفه في المطبخ. طالما دخلنا ننجز نفسنا على طول. وهنا معايا نص شفشق كده طماطم، حوالي 5 طماطمات او 6 طماطمات، ومسكتهم كده ضربتهم في الايه شفشق الخلاط معايا، واصفيهم بالشكل ده كده، بسم الله. واشيلها في حاجه عشان انجز نفسي بقى. البصلايه ما تلسوعش مني، تبقى لونها ذهبي كده حلو، تدي سكره للكوسه بتاعتنا. تعالوا اما نبص كده هنا عشان نلحق برده الشعريه بتاعتنا. ندي تقليبه كده حلوه، بسم الله ما شاء الله. ننزل معانا بالنص كيلو رز، انا عامله نص رز على نص شعريه. هنزل معايا كده بالرز اللي غسلاه. اول ما انزل بالرز كده انا هجيب معايا معلقه من الملح مليانه كده حلوه، وهشوح معايا كده ايه الرز. اشيل بس المعلقه دي عشان ما تقعدش تصدع كده. هدي تشويحه كده للرز حلوه، والماده الدهنيه كله يتغلف كده عشان يطلع مفلفل كده، والرزايه برزايتها كده تفتح النفس للاكل جنب شويه الكوسه العسل اللي هنعملها.
واكيد مش هنستكفى بكده، انا كمان جايبه كل واحد من الاولاد دبوسه كده. جايبه بصوا معايا هنا الدبابيس اهي، ومنضفاها وحطاها هنا معايا ملح وحاطه ليمون وحطاها تتنقع كده في قلبها، وسبتها برده كده تاخد ايه، عشان انا كنت لسه جايباها بصراحه من السوق وغسلتها وحطاها تتنقع، وانا بحب الحاجه تتنقع معايا شويه، فقلت ايه اعلق على الحاجه وهعمل لها التتبيله الحلوه اللي هتتبل معانا وتدي طعم للاكل. ادوي والرز بيتشوح كده معايا برده، مهديه عليه النار. ايه ده اتطفت اهو. شغل برده معانا كده. ودي الصلصه بتاعتنا بتاعت الكوسه، هجيب معايا واحده من الماجي كده بسم الله، وطبعا بحط رشه من السكر عشان الحموضه، حاجه بسيطه كده بسم الله، ورشه فلفل اسمر صغيره كده، والملح. وهسيب بقى التسبيكه بتاعتي كده تاخد غلوه، اقوم نازله معايا بالكوسه، هسيبها بس كده تاخد معايا الغلوه بتاعتها، هديها تقليبه كده، نجيب الاسباتشوله بتاعتها بسم الله الرحمن الرحيم. هدي شطفه بقى للكوسه واسقفها معاها بس لما تاخد معايا غلوه. تعالوا ما نشوف كده الرز بتاعنا. بصوا طالما بيخرفش كده معاكي تعرفي انه بيتشمع معاكي كده، تطلع الرز مفلفله. ننزل بقى كده نسقي الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله. شويه رز يستاهلوا بقكم يا حبايب قلبي. اللي حابب بقى يحط واحده من الماجي كده في قلب الرز عادي، اللي حابب يسقيه بشوربه براحته عادي، اللي عايز يعمله زي حالاتي كده انا عايزه اسقيه ميه مغليه عادي خالص، والملح بتاعه، واستكفيت بمعلقه السمنه هي اللي بتطعم لي الرز وكده زي الفل معايا. الرز معايا اهو. تعالوا نبص كده على الصلصه بتاعه الكوسه بسم الله بسم الله ما شاء الله. طبعا الكوسه اديتها معايا شطفه اهي، اسقيتها معايا في قلب التخديعه بتاعتها بسم الله. تعالوا بقى نديها كده تقليبه بسم الله ما شاء الله. هنسيب برضو الكوسه بتاعتنا كده تستوي في قلب بعضها. عندك شوربه، انا لو عندك شوربه تزودي معاكي مغرفه شوربه، ما عندكيش شوربه كوبايه ميه مغليه عادي وهتقضي الغرض. وواحده الماجي والطبخه كده، لو عملت كوسه ورز بشعريه وطبق سلطه اكله زي الفل والله العظيم، وربنا بيحلل الواحد ذاته بتبقى اكله زي الفل. بس انا هعمل جنبها الدبابيس زي ما قلت لكم. فانا هسيب بقى الكوسه بتاعتي كده تاخد وتدي مع بعضها وتستوي. هي ما بتاخدش سوا عشان هي سابحه بصراحه لسه جايباها، بس هجيب لها مغرفه شوربه لما تتسبي كده ببعضها شويه واقوم مزوداها. نشوف بقى الدبابيس بتاعتي بسم الله. هغسلها غسله شطفه كمان واجهز الحاجات التتبيلات اللي انا هعملها معايا يا حبايب قلبي. بصوا حبايب قلبي انا غسلت معايا الدبابيس اهيت، جبت معايا طماطمايه، انا هحط الحاجه معاكم في الكلفه كده بسم الله، وبصلايه نعمل تتبيله كده حلو، وجزرايه. لو عندك خضره حطي، ما عندكيش زي حالاتي عادي هتقضي الغرض. ده كرفس معايا اهو اللي انا بحب احطه معايا في تتبيله الفراخ في السمك في اي حاجه بصراحه، في اي شوربه بيبقى جميل قوي معايا. وقرن شطه كده حار عشان يخلي الحاجه كده تفتح النفس، تبقى الدبابيس معانا كده متبله وحلوه. وده معانا ليمونيه بسم الله، نعصر معانا ليمونيه كده بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حطيتيها بقشرتها برده مش هتقولك لا، بس انا عادي بحب اوقات كده واوقات كده عادي معايا. نشيل ده بقى كده من الجنب. هحط برده معايا خل بسم الله الرحمن الرحيم، يجي معلقه معايا كده، وهحط معايا زيت. حابه تحطيها على الشوايه حطيها، حابه تعمليها زي ما انا هعملها كده براحتك خالص برده، كده هتبقى ماشيه معاكي حلوه وكده حلو. ومعايا ملح ومرقه ماجي وكمون وكزبره وفلفل وجنزبيل وبابريكا مدخنه، ومعايا خرنجان دوت بيخلي الفراخ معاكي نفس تتبيله الكبابجي بالظبط، وكانك عاملاها قبلها بيوم بيومين وانت لسه عاملاها، وتحسي انك عاملاها بقالها فتره ما شاء الله معاكي، وبتخلي الطعم كده غني كده في التتبيله، بتخليها ما شاء الله مركزه كده. هجيب بقى انا معايا كده الفراخ وهشرخ معايا الفراخ كده، انا هوريكم شكلها انا هعملها ازاي بس كده عشان تبقى واخده التتبيله من كل ناحيه. هي كده كده التتبيله دي بتتغلغل جوه الدبابيس معانا وتبقى زي الفل. بصوا التفتيحه اللي انا بفتحها كده دي مش هتهري معانا الفراخ ولا اي حاجه، بل بالعكس ده هتخليها الطعم من جوه يبقى داخل كده جوه قطعه اللحم بتاعتنا بسم الله كده، عكس عكاس كده اهي. في كل الدبابيس كده هعملها كلها بنفس الطريقه كده، وافرم الخلطه الحلوه دي وارجع لكم يا حبايبي.
بصوا حبايبي انا فرمت معايا التتبيله، عايزه اقول لكم ريحتها خطيره، وان الشطه الحراق اعمل لها ايه ما شاء الله، مولع بس جامد بصراحه ربنا. انا هاخد كده حاجه بسيطه كده من تحت في قلب الصينيه معايا، صينيه صغيره كده على قد يا دوبك الدبابيس. بسم الله، حاجه كده بسيطه، والباقي كده كده هندلقه على الوش وهينزل في الصينيه من تحت. طبعا هنا الدبابيس معايا اهي، هديها تصفيه اخيره معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ما يبقاش فيها اي نسبه ميه معايا خالص. واقوم جايبه التتبيله الحلوه بتاعتي دي دلقاها كلها عليها كده. اهم شيء تكوني منضفاها ومغسلاها ومصفياها ومشرخاها بالسكينه معاكي زي ما انا شرختها كده، ودخلي بقى فيها التتبيله دي. التتبيله دي لو انت زي حالتي كده لسه جايباها من السوق ونقعتيها عقبال يا دوبك ما عملت الرز والكوسه على البوتاجاز اهم، هي مش هتاخد معانا وقت خالص على البوتاجاز. بصوا كده معايا، بسم الله ما شاء الله. بصوا التتبيله كده تخش كده جوه الدبابيس بتاعتي كده اللي جايباها. او الطريقه دي انا بعملها في الاجنحه بتبقى برده ما شاء الله تحفه. حابه تعملي في قلبها بطاطس بتبقى تحفه وجميله بصراحه. وبدخل التتبيله كده من جوه عشان تبقى كلها واخده نفس التشريبه ونفس الطعم، واحطها معايا كده. بسم الله، اشيل السباتشوله بس كده في جنب. نجيب برده الدبوسه دي كده وادخل برده مطرح الفتحات اللي انا عاملينها هنا اهي. بصوا صباعي بيخش فيها وبيخرج من الناحيه التانية كده عادي. انا بقى قوم جايبه التتبيله معايا كده ومدخلاها جوه الدبابيس بتاعتي كده. بتبقى حلوه قوي كتغيير، يعني حابه تعمليها كده مره نعملها في الفيجيتار، مره بنعملها مقرمشه، اهو كتغيير في الاكل. بيبقى زي المنابات كده، الاولاد برضو بيفرحوا لما تحط لهم اي حاجه جنب الاكل. يعني بتدي لهم ما شاء الله اي حاجه بتبسط الاولاد، سواء بقى اجنحه، تعملي دبابيس، وراك، جبتي فرخه وقطعتي، لو حتى مناب صغير مش مشكله بس حاجه بتبسطه. بصوا كده معايا نفس الشكل كده، هحط انا خلف خلاف كده عشان الصينيه تاخد معايا كله اهو بنفس الشكل كده. التتبيله كده، عايزه اقول لكم بقى ريحه الطبيخ بتاعنا الصلاه على النبي حاجه كده تستاهل بقكم، وريحته كده الطبيخ بتاع زمان كده الحلو العسل بتاعنا ده. والكوسه دي اصلا بتبقى معسله لوحدها. بسم الله اهو، نحط الدبوس الاخير معانا اهو، نفس التتبيله برضو نغرز جوه كده معانا. بسم الله ما شاء الله، تحت الجلد كده ونخليها زي الفل معانا. بصوا الشكل ده كده، ونحط هنا. حابه تحطي بطاطس زي ما قلت لك حطي، بتبقى خطيره بصراحه. انا والدتي بتعملها ربنا يديها الصحه، وبتحط في قلبها من تحت بطاطس وبتبقى خطيره وجميله وبتبقى زي الفل معانا. انا طبعا هنزودها نص كوبايه ميه وهنحطها معانا على البوتاجاز. هدي بس الايدي شاطفه كده وارجع لكم على طول. هحط كده معايا حوالي نص كوبايه ميه بس كده، مش هكتر، من الكاتل كده سخنين. واقوم لما كل التتبيله الحلوه بتاعتنا دي كده واحطها في الجنيه. بسم الله ما شاء الله، عشان تساعد بس اول ما الفراخ نحطها على البوتاجاز تنزل الصوص بتاعها وتستوي في قلب بعضها. انا هحطها معايا على البوتاجاز عشان انجز نفسي شويه اهي. بسم الله، احط معلقتين زيت كده على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بقى. لف بورق فويل، حطها معايا على البوتاجاز. اول ما هتاخد غلوه هنزل معايا تكمل سواها في الفرن عادي خالص، بس انا بحطها على البوتاجاز عشان انجز الفرن بتاعي، وتاخد من تحت الغلوتين بتاعها في الفرن، ونشغل عليها الشوايه وان شاء الله هوريها لكم تبقى عامله ازاي. تعالى اوريهم كده يا احمد معانا كده الكوسه بتاعتنا عامله ايه هي والرز. بسم الله ما شاء الله، تعالوا شوف الرز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حاجه كده مفلفله تستاهل بقكم. تعالى نبص بص على الكوسه، الصلاه على النبي. بص سايباها بقى ومطيه عليها تاخد راحتها عبال برده ما نسوي الفراخ بتاعتنا. لا هجيب معلقه نظيفه عشان ديت مطرح الفراخ. بسم الله، بصوا الكوسه بتاعتنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عسل. بصوا شكلها، هسيبها برده كده على راحتها خالص. ازودها لسه مغرفه شوربه لسه ما زودتلهاش لحد دلوقتي، لان الكوسه اصلا بتنزل ميه في قلب الطبيخ. يعني بصوا انا كده ما حطيتش ميه، وبصوا عامله ازاي. بصوا بس انا بحب ايه، جوزي بيحب فيها ايه، الدمعه بتاعتها اخف شويه من الطبيعي. يعني الطبيعي اللي هي بتبقى مثلا ايه ملفوفه، لا هو بيحبها وسط. الطبيخ بتاعنا بنحبه وسط، ولا ممرق ولا مسبك تقيل قوي على المعده، لا بيبقى وسط كده ما بين البنين. بيبقى بصراحه بيبقى طعمه حلو وزي الفل. تعالوا بقى نبص كده معانا على الفراخ بتاعتنا الحلوه دي. احطها كده معايا على البوتاجاز من هنا كده، تاخد معايا الغلوه الحلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نشيل الحاجات دي نوسع لنفسنا. بصوا يا حبايبي هشغل عليها كده البوتاجاز. بسم الله. طبعا انا دلوقتي جيت اشوف الورق الفويل عندي لقيته خلصان. هتتصرفي ازاي يا ام احمد؟ هجيب معايا صينيه
بصوا نفس الوضعيه بتاعت الصينيه كده، هحطها بس كده معايا انها ايه، ما بيكونش عندي ورق فويل بصرف بحط اي حاجه كده على الصينيه بتاعتي. وعقبال بقى ايه السنه تاخد معانا الغلوه بتاعتها، عايزه اقول لكم شويه الكوسه دول عايزاكم تجربوهم، طعمهم عسل كده يستاهلوا بقكم جنب رز بشعريه بالذات. هنسيبها بقى تاخد معانا الفراخ بتاعتنا غلوه كده، وبعد كده يكون الفرن بتاعنا اتسخن وننزلها معايا في الفرن يا حبايبي. بصوا يا حبايبي كده، اول ما الدبابيس معايا خدت غلوه كده معايا على البوتاجاز، بصوا نزلت الصوص بتاعها بقى ايه، الصلاه على النبي يا حبايب قلبي. بصوا الصوص ده يا سلام بقى لما تكوني حاطه في قلبيه البطاطس، بطاطستين من تحت كده الاولاد بيحبوها، بتبقى تحفه بصراحه. انا بس هستكفى، انا بس قلت انجز وقتي واحطها تاخد غلوه كده معايا على البوتاجاز. انا مشغله طبعا معايا الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزلها كده معايا في الفرن من تحت، بسم الله، واحطها معايا كده في الفرن وشغل معايا المروحه. بتنجزني بصراحه انها تخليها تستوي من بره ومن جوه وتاخد لون من غير ما اشغل شوايه. واول بقى ما تستوي الدبابيس بتاعتنا يا حبايب قلبي، والرز بتاعنا انا طفيت عليه بصراحه، والكوسه بتاعتنا زودتها مغرفه شوربه. تعالى كده يا احمد وريها لهم، الصلاه على النبي اهي. اول ما الكوسه بتاعتنا تستوي والدبابيس بتاعتنا تستوي معايا في الفرن، هغرف الاكل واوريكم اكلنا يا حبايب قلبي النهارده. كده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الاكل بتاعنا. تعالوا شوفوا الصينيه بتاعتنا كده، الدبابيس لسه مخرجاها من الفرن. الصلاه على النبي حاجه كده تستاهل بقكم، عشان كده بقول لكم اللي حابب يحط فيها من تحت بطاطس، وكمان لو هتحطي بطاطس بقى اضافه من عندي، خرطي عليها من تحت بصلايه كده، خليها جوليان كده او تخليها حلقات مع قرن فلفل حامي، وتقطعي فيها البطاطس تحت الدبابيس كده، بتبقى خطيره بصراحه، تبقى جميله للي بيحب فيها ايه جوسي كده وتبقى طريه من تحت وحلوه. انا طبعا انا هحط كده هغرف للاولاد دلوقتي ياكلوا، بسم الله. اللي حاببها بقى في ينشف الصوص عن كده براحتكم خالص، اللي حابب برده بنفس النظام اللي انا عاملاه كده، فيها حاجه كده اقدام بسيط بالف هنا وشفا للي ياكل. بصوا كده معانا الصلاه على النبي، حاجه كده تستاهل بقكم. بصوا الصلاه على النبي ما شاء الله لا قوه الا بالله، الف هنا وشفا للي ياكل يا حبايب قلبي. بكده نكون خلصنا اكلنا يا حبايب قلبي النهارده. عملنا معاكم الكوسه والرز بشعريه، لازم تجربوه، كوسه جنب رز بشعريه خطيره، وجنبها بقى يا تعملي اجنحه يا تعملي دبابيس زي ما ام احمد كده عملت، بالف هنا وشفا. ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لايك، واللي مش عامل اشتراك يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.